اشتريت الدكر ده بقاله سنه عندي ما عمرش ولا حصان. النتايه دي عندي بقالها سنه ومش راضيه تبيض. جوز الحمام دول صاحبهم حلف لي ان هم بيضيهم وبقالهم عندي سنه ونص ما شفتش منهم ولا بيض. اشتريت من واحد صاحبي حمام وحلف لي بالله ان هم بايضين عنده مطلعين، ولما جبتهم مش راضيين يبيضوا. الدكر ده مش راضي يعمر، ولما كلمت صاحبه اللي شاريه منه حلف لي بالله ان هو بيعمر وشغال عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة، والنهاردة كلامنا عن الحمام الشمالي، او بمعنى اصح وادق بيع الحمام الشمالي. يعني ايه كلمة حمام شمالي الاول؟ يعني ذكر الرجاله ما بيعمرش، ذكر ما بيخصبش، ذكر ما بيعرفش يكسر على النتايه، ذكر ما بيجيبش النتايه بشكل كويس. حمام فرد حمام لو خدته ما تستفدش منه بحاجه. نتايه ما بتبيضش، نتايه بتبيض بيضه برشت، نتايه بتبيض بيضه بلج، نتايه بتبيض بيضه صغيره، نتايه ما بتبيضش خالص. هو ده رجاله القصد من بيع الحمام الشمالي. وانا كلامي النهارده مش على اللي بيشتري، لان اللي بيشتري رجاله مظلوم. يعني انا مثلا راجل اشتريت الفرد ده انا ما اعرفش، لان فرد الحمام عمياني. انا بشتري فرد الحمام عمياني، هو بيحلف لي وبياكد لي ان هو ذكر شغال. طيب هعرف منين ان هو شغال ولا مش شغال؟ بالتجربه. يعني الحمام كله بالتجربه. انا مش هعرف فرد الحمام ده شغال ولا مش شغال غير بالتجربه. انا بستوسم خير مثلا في وليد، في احمد، في علي، في ابراهيم، في زكي. تمام؟ نازله؟ ماشي يا حبيبتي، يلا يا رب. بستوسم خير مثلا في حد وبقول له مثلا والله انا عايز ذكر وزار او ذكر صافي او ذكر ربل اخضر او ذكر صخروطه، ايا كان الفرد هو ايه او ايا كان نوعه ايه. فحاضر اجيب لك ذكر من سلكتي او من عشتي او من بلكونتي، ذكر شغال بفضل الله شغال، وعياله كلهم عندي. الله اكبر الله اكبر. وتتفاجئ بالحقيقه المره ان فرد الحمام اللي انت خدته مش شغال. ونفس الكلام بينطبق على النتايج. يعني انا ما اعرفش والله العظيم بجد. في غايه الحمام بالذات استاذنكم يا رجاله نرجع الفرد ده، وقبل ما نرجعه ليا بس معاه كلمتين. الذكر ده يا رجاله ذكر من فرخه، ذكر ابني طالع عندي ماشي. الذكر ده في التعمير مش قد كده. يعني الذكر ده مثلا لو معاه نتايه وباضت معاه 8 حصويات يعمر من 8 حصويات حصويتين. الذكر ده مثلا انا لو عرضته ب1000 ولا ب2000 ولا ب3 هيتباع، واقدر ابيعه كمان بيعه كويس. بصوا يا رجاله وش الذكر ده عامل ازاي. بص وشه فين، اللهم بارك. بص وشه هنا عليه ايه، بص شاته وعينه مفيش اصلا فرق بينهم. يعني دايما نقول لك ايه الصافي ولونه على فكره من الالوان المميزه. الصافي شاته يبقى قريب منه، لا ده شاته لازق في عينه. بصوا يا رجاله ليه لغ دوت. تمام. ان شاء الله في حلقه تانيه هنبقى نشرح لكم ونفهمكم الفرق بين اللغد والشكيمه. دماغه صغيره قوي ودماغه عدله، فرد حمام مميز. لو انا عرضته وقلت فيه 2 3 4 هيتباع زي الصاروخ، ولو نزلت في سعره كمان سنه هيتباع زي الصاروخ. الذكر ده حكايته ايه؟ الذكر ده رجاله ما بيعمرش. ابني الا بس بص بدبلته ايه، وليد واحمد عبد الرحمن. تمام. نرجع بس الرجاله بقى الذكر مكانه عشان نحكي حكايته. الذكر ده مثلا في سن حوالي 2 سنين، ذكر لسه عيل صغير، ذكر شاب لسه. انا والله العظيم يعني هوريكم دلوقتي. بص انا موقف الذكر معزز مكرم هناك اهوت في بابه ماشي، بياكل وبيشرب لابس سلك زي ايه ذكر عادي خالص، موقفه بياكل وبيشرب. طب يا وليد انا يعني عايزين نعرف، هو انت الاول اسف الكاميرا، هو انت الاول ايه اللي منعك ان انت تبيعه؟ الحرام والحلال يا رجاله، الحلفان. يعني انا بحس ان الناس تبقى فاهمه ان الكذب او الحلفان، الكذب حرام في كل حاجه الا الحمام. يعني يقول لك لا لا يا عم والله حرام، ما احلفش حرام، ما ياخدش حاجه مش بتاعتي، مش الا في يجي حد الحمام تلاقيه استغفر الله العظيم يا رب يقوم قالب على الوش التاني يبيع حمام مش شغال.
يبيع ذكر عطال وذكر ما بيعمرش، يبيع نتايه بايظه، نتايه ما بتبيضش، ونتايه بتبيض بيضه واحده، ونتايه ما بتبيضش خالص، ونتايه بتبيض بيضه بليو، ويحلف 100 يمين و100 قران و100 دين و100 بص يحلف بكل الاديان، يحلف بكل الاديان ان هي اولادها عندي في البيت، وطبعا لا اولادها في البيت ولا باضت ولا اتعملت ولا اتنيلت. ولما تيجي تساله يعني يا فلان انت بتعمل كده ليه؟ يتحجج بحجه غريبه جدا ويقول لك والله يا عم هو انا بعته اصلا واتدبست فيه، انا لبسته هعمل ايه فانا ببيعه، هو يا عم الحمام كده، ما كله بيعمل كده، مالكش دعوه بحد. يا جماعه احنا لما نتحبس في قبرنا او لما نموت بعد عمر طويل او عمر قصير بكره ولا بعده ولا كمان سنه ولا 10 سنين، انا هبقى في قبر لوحدي مش هتسال معايا حد، مش هقول مثلا ده كان فلان بيبيع حمام شمال فانا قررت ان انا ابيع زيه، لا. طب الفلوس اللي انا خدتها من الراجل بوجه حق ديت هل ربنا هيبارك فيها؟ لا طبعا عمر ربنا ما هيبارك فيها. الفلوس ده يا رجاله نقمه عليك. انا بقول لك اهو تشوف، انا ممكن اعد لك دلوقتي حاله واثنين وثلاثه واربعه، حمام ما بيبيضش وحمام مش شغال وده ما بيعمرش ولا يمكن اخرجه، والله يا شباب لا يمكن اخرجه، اخاف ولو بعته بيعه كويس وامسك فلوس من وراه. طب وبعدين هل الفلوس دي حلال؟ هل ربنا يبارك في الفلوس دي؟ اذا كنت هتدخلها على بيتك ولا هتدخلها على عشتك في الحمام تاكل بيها حمام ولا تشتري بيها سلكات، ولا اذا كنت هتصرفها على نفسك فدي فلوس حرام. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه معلش يا رجاله، اللي بيشتري فرد حمام اليومين دول بيبقى طالع عين امه. طالع عين امه ازاي؟ هو حوش من مصروفه، يا اما اقتصد من مصروف بيته، يا اما اتصرف وجاب الفلوس، الله اعلم هو جاب الفلوس ديت ازاي بالظبط. انا لما اجي مثلا النهارده اخد منه 1000 ولا 2000 ولا 3 في فرد حمام شمال، ولما يجي يرجع لي تاني والله ده شغال، والله دي بايظه عندي، طب جربه مره تانيه، طب اديله مش عارف ايه، طب اعمل له ايه، طب وسوي له ايه، كل ده ربنا مش هيبارك. طيب انا دلوقتي اشتريت فرد حمام وفرد الحمام ده طلع مش مظبوط، الحل ايه يا وليد؟ يعني حرام برضو، انا بشتري فرد الحمام مثلا ب 1000 ولا ب 2000 ولا 3 وطلع مش مظبوط. انا عايز اقول لك حاجه، انت في البدايه انت بتروح تترمي في حضن اشكال ما يعلم بها الا ربنا، يعني انت بتقوم تنقي كده اشكال استغفر الله العظيم يا رب بلاوي، تمام، وتروح تشتري منه. يا باشا نقي اللي بتتعامل معاه، نقي لك شخصيه نظيفه. يعني انت مثلا قدرا يعني بظروفها كده، لو انت سالت مثلا المنصوره باشا فيها حد بتاع حمام مثلا محترم شخصيه قدامنا، تقول لك اه ده فلان وفلان وفلان، 3 4 كده او 5 تنفار ما يختلفش عليهم حد. نفس الكلام في القاهره، نفس الكلام في اسكندريه، نفس الكلام في دمياط، نفس الكلام في بورسعيد، نفس الكلام في الاسماعيليه، نفس الكلام في اي بلد. لو جيت تسال يا رجاله مين اللي ما يختلفش عليه حد في الحمام وامين ومحترم وكويس، ولما يقول لي ده هيبط بيض تبقى بتبيض وده هو شغال يبقى ده شغال، يقول لك فلان وفلان وعلان، ماشي. لما اروح اشتري منه بقى انا بتبقى اهم حاجه شغلاني، يعني مثلا يعني على سبيل المثال انا رحت مثلا لحد اشتريت منه الفرده دي بكام يا فلان؟ الفرده دي مثلا تسوى لها وليكن مثلا 20 جنيه. لما انا رحت له بكام الفرده ديت؟ قال لي ب 25 جنيه، اغلى هي من بره شويه، تمام. فانا كل اللي بعمله وكل اللي شاغل بالي سعر فرد الحمام. لا هي تسوى لها 20، هو قال لي 25، فانا اللي انا هعمله ان انا ايه مش هاخد فرد الحمام. اقول لكم على حاجه، انا في المرتبه الاولى اللي يلزمني هو مش سعر فرد الحمامه، لا ان هي شغاله ولا مش شغاله. طب وليد سعرها هشتريها غاليه شويه ومن عند حد مضمون، ماشي. انا بكلمك من واقع غايه الحمام. طيب خليني دلوقتي اشتريها ب 1000 جنيه وفرده شمال وفرده ثانيه مظبوطه ب 1200 جنيه، بعد ما تشتري وال 1000 جنيه راحت عليك وال 1000 جنيه اترمت في الارض وما اعرفكش وما شفتكش، انا متضايقك شغاله، انا ماليش دعوه، انا ماليش فيه، مش ده اللي بيتقال؟ طب بكره، طب بعده هرجعها لك، طب السنه الجايه، طب السنه اللي بعدها، ومش حاجه بترجع ومش حاجه بتتنين. طيب انا لما اروح اشتريها مثلا بدل 1000 جنيه بشتريها ب 1200 جنيه، هل ده يبقى اوفر لي ولا انا كده خسرت؟ لا طبعا، لو انا اشتريتها بال 1200 جنيه ده يبقى اوفر لي كتير من ان اروح اشتريها ب 1000 جنيه وفرد حمام شمال ملوش لازمه، تمام. لما انا باجي مثلا بعرض لكم يا رجاله حمام بقول لك بص والله القص دول ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيها مثلا فيهم، انا عرضهم لك ببيضهم. هو انا ليه بعرضهم لك ببيضهم؟ حته عرض الحمام اغلبيته مثلا ببيضه او بزغاليله ديت لحته المصداقيه، بسبب ان في ناس كتير يعني للاسف والله يا رجاله بقول للاسف الوحش خد الحلو معاه، يعني من كتر الناس الوحشه او الاخلاق المش مظبوطه او الكلام ده كله خدت الحلو معاه،
فعلشان كده بنحاول بقدر الامكان نرجع الثقه ديت، لو في فرد او فردين او في ثلاثه انت بتتعامل معاهم. ربنا يهدي الناس كلها رجاله والله صدقني عمرك ما هتكسب، عمرك ما هتستفيد. اطلع تلاقي المصايب كده في وشك في السلاكه او في عشتك او في بلكونتك او في المكان اللي بتربي فيه فرد حمام زي اللي انا وريته لكم الصافي ده يا شباب. اركنه في جنب، سيبه واقف، غيب كده وجربه تاني على اي انتايه، لما يظبط ويبقى كويس ويبقى تمام بيعه. ما ظبطش سيبه واقف مكانه، اقعد اتفرج عليه العمر كله، والله فلوسه ما تلزم لو حتى جنيه. عند تحت انتايه قشر من دقه بتحص بلي يا شباب واقفه، والله واقفه مع حطام ملهاش لازمه عندي. طب انا ممكن ابيعها ب 1000 ولا ب 1000 ونص؟ ممكن ابيعها. طب انت ايه اللي مانعني؟ الحلال والحرام يا شباب. الحلال والحرام زي ما موجود في اي حاجه موجوده في الدنيا موجود برضه في الحمام، والحلال بين والحرام بين، ماشي. وبنبقى عارفين احنا كل حاجه وعارفين الصح والغلط. ربنا يهدي رجاله الناس كلها. والحلقه دي كانت نوع من انواع التوعيه للي بيبيع واللي بيشتري. ربنا يهدي الناس ويصلح حالك في رغية الحمام ورغية الحمام. كان معكم يا شباب في الوليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.